انتقال للمناشدة الأخرى ويانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام. حياكم الله وسهلا. شلونكم؟ الله يحفظكم. أهلا وسهلا، تفضلوا. أحمد، أنا الصحفي مجال. أهلا وسهلا. عندنا مداخلة بخصوص موضوع الكلاب السائبة. للأسف اللجنة اللي اختصت بقتل الكلاب السائبة بالمدينة تم توقيفها، وما جاي نعرف الإحصائيات اليومية اللي كانت تنشر سابقا وراح يقول. للأسف راح تتكرر الحادثة لأن اللجنة توقفت عن مسألة الإبادة للكلاب السائبة، وهذا قد يهدد الأطفال. هاي وحدة. الشغلة الثانية يا أستاذ أحمد، كونك معاون محافظ الشؤون التابعة، هنالك أكثر من 19,000 قطعة في البلدية. ما هو سبب تأخير التوزيع على الشرائح؟ اليوم وأبو الحشيد منتظر، أبو الجيش منتظر، المتقاعد منتظر، المعاق منتظر، عامل منتظر، أبو الرعاية منتظر. ما هو السبب من تأخير هذا الملف؟ وموضوع مهم آخر، موضوع الحدائق يا أستاذ أحمد. الحدائق ما لها أي متابعة من قبل بلدية الناصرية، لا أمور تنظيف ولا أمور كذا. لا نشاهد المشاريع ورا ما تكمل وتنحال للجهة المستفيدة تتحول إلى خربة. الشوارع الجديدة تكمل وتتحول للجهة المستفيدة وتتحول إلى خربة. نرجو منكم متابعة هذا الموضوع. شكرا جزيلا لاتصالك. هذه المناشدة فيما يتعلق بإبادة الكلاب والحدائق والقطع. بالنسبة إلى موضوع الكلاب السائبة، احنا أول ما استلمنا مهامنا سوينا اجتماع، وصار رأي أنه نطلق الحملة وجود السيد مدير البيئة والسيد مدير الزراعة ومدير البيطرة يعني ضابط من قيادة الشرطة وغيرها من الجهات المعنية. ومن ثم يعني الموضوع تأخر على التخصيصات بعد أن حدثت الحادثة في تعرض الكلاب. نعم تعرض الأطفال. صار بها إجراء مباشر أنه يعني يتولى الموضوع أحد المعاونين اللي هو المعاون الفني، وتطلق التخصيصات مباشرا. انطلقت تقريبا بحدود 50 مليون كتخصيصات أولية لدائرة البيطرة لغرض المباشر والخلاص من الروتين، والمباشرة بها من قبل دائرة البيطرة. ويعني دائرة البيطرة توفر هذه المادة اللي هي مادة السترجنين اللي توضع في قطعة من اللحم أو المصران، وبالتالي يعني تقضي على الكلاب جلكم الله. ومن ثم يأتي دور البلدية لغرض رفع هذه الجثث ودفنها عن طريق متعهد. الآن يعني نفذت التخصيصات المالية، وفي طورنا لإعادة هذه التخصيصات أو تجهيز المتعهد بالتخصيصات مرة أخرى، وكذلك بإشراف دائرة البيطرة لغرض إتمام هذه الحملة. أيضا يعني الحديث عنها قبل شهر محرم الحرام، ويعني أعتقد أنه في أسبوعين إن شاء الله بالفترة القادمة يعني الوضع تمام، يعني ترجع الحملة تباشر من جديد. نعم. الشق الآخر من السؤال فيما يتعلق بفرز القطع للبعض. بالنسبة إلى فرز القطع كما تعرف يعني هناك مشاكل كثيرة في قضية الإفراز وليس التوزيع. الإفراز يعني ذي قار المحافظة الوحيدة والتي تكاد أن تكون الأولى على مستوى العراق التي انفردت بتوزيع قطاع الأراضي بواقع ما يقارب 95 ألف قطعة، أو يعني تكاد أن تصل إلى 100 ألف قطعة. أغلب هذه القطع لحد الآن غير مفروزة ولم تفرز بسبب أنه يعني لم تكتمل يعني إجراءاتها من أمور الطاب وغيرها. وكذلك أغلب هذه الأراضي هي أراضي كانت مقالع ترابية بحاجة إلى أن تدفن، والبعض منها يعني كان غير مهيأ، وبالتالي أنه المشكلة مشكلتنا بالإفراز وليست بالتوزيع. إن شاء الله ماضين من خلال واللي يعني المسؤول الأول عن هذا الملف هو السيد النائب الأول الأستاذ رزاق شيش، والآن في طور الإفراز، وإن شاء الله ماضين بالإفراز. انفرزت عدة مقاطعات منها الحبيلية والحولي وغيرها من المقاطعات، وإن شاء الله ماضين يعني بإكمال الإفراز. الشق الأخير فيما يتعلق بالحدائق وعدم مراعاتها ومداراتها بعد إنشائها، ربما بعض الأماكن النظرة تتحول إلى أماكن ذابلة صفراء بسبب فعل حرارة الجو كذا. متابعتكم حول هذا الموضوع؟
يعني بالنسبة إلى موضوع الحدائق، يعني الكل يعلم أنه شعبة الحدائق أو قسم الحدائق هي شعبة تابعة إلى البلدية. نعم. واليوم البلدية حقيقة تعاني معاناة كبيرة من قضية التخصيصات. البلدية استلمت من المدير السابق فيها 9 ملايين دينار فقط. نعم. يعني اليوم يمكن أبسط محل بالناصرية الوارد مالته شهريا أكثر من 9 ملايين، مو بلدية. البلدية فيها ما يقارب يعني 1000 أجير أو أكثر أو أقل يعني من هذا الرقم. لذلك أنه الأموال تذهب كرواتب إلى الأجراء. شرعنا بخطة لتعظيم واردات البلدية من خلال يعني من خلال الغرامات اللي تفرض على المتجاوزين، وكذلك خطط أخرى. لذلك أنه يعني شعبة الحدائق مقصرة قصور واضح في عملها بسبب عدم وجود التخصيصات. إن شاء الله في الفترة القادمة يعني سنباشر يعني بإطلاق هذه التخصيصات لشعبة الحدائق، وستكون هناك مناقلة من البترودولار إلى بلدية الناصرية لغرض إكمال هذا الموضوع. كذلك هناك تداخل بين عمل شعبة الحدائق وأغلب عمل الشركات. اليوم كما تعلم المحافظة تتجه وفيها حملة كبيرة من الإعمار عن طريق صندوق الإعمار أو عن طريق تنمية الأقاليم، وهناك الكثير من الجزرات الوسطية الحديثة أغلبها لحد الآن لم تسلم، يعني أغلب هذه المشاريع لم تكتمل سنة الصيانة. لذلك البعض يعني يلقي اللوم على الحدائق وشعبة الحدائق، بينما هو الموضوع أغلبها من الشركات. الآن شعبة الحدائق فقط مسؤولة عن الشوارع المستلمة باستلام نهائي، وكذلك الحدائق والمتنزهات الموجودة يعني القديمة الموجودة في المناطق.